السلام عليكم، كل عام وانتم طيبين. هنتكلم النهارده في موضوع اللي الناس كلها شاغل الناس كلها، اللي هو ايه؟ الاكل كلهم عمال يزيد، ده اللحمه زياده، ده الفراخ كلهم سعرها في الطاير والبيض ومش عارف ايه، الحاجات اللي هي تهم الناس كلها اللي هي الايه؟ السلع الغذائيه. لها حل ولا الناس هتعمل ايه؟ الناس عماله تقول لك قطع في كذا وقطع كذا وقطع. طب ما الناس مش هتقطع الاكل يعني؟ في حاجات معينه كده ما ينفعش الناس تقطعها. ضمير البياع وعايز يكسب اي فلوس وباكبر وقت وفي اقل وقت واكبر كميه، ما يلزموش المستهلك. مش في دماغه فرصه وجات له، الناس بتعمل في نفسها النهارده ب5 يروح يجيب فيخلص اللي عنده، ينزل بكره ب7 وتخلق وكده، والموضوع عرض وطلب. هي الناس ممكن تكون بتعمل في نفسها، الله اعلم. طب الناس هتعمل ايه؟ تبطل اكل؟ هي الناس تبطل اكل؟ لا، تبطل اكل ايه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا الناس لا هتبطل اكل ولا هتبطل شراء. بس الفكره كلها ان الناس تحاول تجيب اللي هي عايزاه اول باول. ما فيش حاجه اسمها ان احنا نجيب ونخزن ونعين ونعمل ونسوي. اصل بكره هتبقى ب5، بكره هتبقى ب10، بكره هتبقى ب15. ما تسيب بكره بتاع بكره، ده مش بتاعك اصلا. بكره ده بتاع ربنا. خليك يوم بيوم، بلاش المعجنه اللي الناس بتعملها دي. تعمل اكل النهارده وما يتاكلش وترميه وتيجي بكره تدور على اكل تاني. هنقول ما عادش حد بيعمل كده، ما عادش حد بيعمل كده. الظروف ما عادتش مساعده، بقى الغني زي الفقير بيدور على لقمه العيش. هو عايز كل الفكره ان هو يعيش على قده. بدات الناس تفكر في موضوع انها ما عادتش تعمل اكل كتير وترميه، ما عادتش تعمل اي حاجه، ما عادش فيه ظروف مساعده لكده. بدل ما عندك 3 4 5 عيال بتعمل لهم كل واحد صنف ولا بتاع، لا يا باشا اعمل صنف 2 برضو عشان العيال تتراضى، وبلاش كل عيل بصنف وكل عيل مش عارف. ونرجع نقول اصل الظروف والجوابات والحكايه هي ده كل الموضوع. كل الموضوع اللي ان كل واحد بيحاول يعمل برضه صنف 2. سيبك من المبررات بقى وكده. كل الفكره في اي سلعه هو موضوع عرض وطلب. انت بتشتري كتير فخلاص، هي الموضوع عايز هيتباع كتير، فانا تاجر عايز اكسب. انا ما يلزمنيش بقى الزبون اللي جاي، ما يلزمنيش اصلا هو معاه ولا ما معهوش. زي ما بيقولوا كده بالبلدي، معاه اللي ما معهوش ما يلزموش، زي ما بيقولوا. بقت الناس كلها كده، بقت ضماير. صح، هو ضميره بني ادم وعايز يكسب وخلاص. طيب ده احنا بنتكلم ونقول ان الناس مش هتبطل. لا تبطل ايه؟ والبياع بيقول لك انا معذور، ما انا بشتري غالي وعايز اكسب. مش في دماغه اصلا. والناس تقول لك ايه؟ مفتريين. ويقول لك مفيش جهات رقابيه بتراقب على الناس. ما هو مش هيوقفوا جنب كل بياع ولا كل واحد. طيب. واحد الضمير بتاع الناس بقى هنا. انت بتروح تشتري وعارف ان الحاجه غاليه وبتشتريها، وترجع تقول هي فين الجهات؟ قال طب ما انت اذا كنت انت اشتريته وارتضيت بالسعر ده، يعني هم هيتحركوا بناء على ايه؟ لما انت تشتكي هم بيتحركوا كل واحد جاهز بقى عشان انما المطلوب ان هم ينزلوا يراقبوا. طب ما الطبيعي ان هم بينزلوا يراقبوا، وهنقول الحاجات كلها فيه وبيسالوا الناس بتسكت. طب الحاجات دي ممكن يكون لها حل، مثلا الناس تتصرف فيها ازاي؟ يتعاونوا مع بعض ازاي؟ الناس تتعاون مع بعض ازاي؟ بص يا سيدي، صلى على النبي. عشان الناس تتعاون مع بعض، اولا لازم الناس تصفي قلوبها من بعضها الاول وتصفي ضمايرها، وما يبقاش في استغلال. وده صعب جدا طالما دخلت الفلوس بين الناس كلها. فانا كل الفكره واحد كله عايز يكسب وخلاص. ده مش هيحصل. انا عندي سلعه عايز ابيعها فبعرضها فجابت لي فلوس كتير، فخلاص اتك على دماغ الناس كلها عشان اكسب. بنسى بقى، بموت ضميري، بوقف عقلي، بعمل كل حاجه. اهم حاجه الفلوس. انما الناس تتعاون ازاي؟ لا، في كتير قوي تعاون. لو كل شارع شال نفسه كسلعه معينه،
فاكر الناس زمان كانت بتجيب البيض وتبيعه وحاجات زي كده، والسمنه والجبنه واللبن اذا كانت الناس بقت مفتريه على بعضها كمان. ما عادش حد لا بيشحت ولا حد بيعمل كل الناس، ولا عاد حد بيشحت ده ولا بيعمل اي حاجه. كله اهم حاجه يبيع عشان يكسب فلوس، عشان يروح يصرفها في حاجات تانية، عشان يروح يشتري بقى سلعه تانية، والسلعه التانية ما هو بيجيبها غالي. انما احنا نقول تنعمل ازاي الناس تصفى لبعضها الاول، وبدل ما التاجر يبيع هو جايب 5 يبيعها ب 15، طب ما تباع ب6 تباع مش عارف ايه. الناس مع بعضها يعني في حل جميل جدا. مننا فينا طبعا. انت عايز تعمل ده وتشيل ده وتعمل ده وتشيل ده، اهم حاجه اكسب على طول، اعدي ستف على قلبي، وفي الاخر بيقولوا كده بالبلد هتسيب ده كله وتمشي. انما الناس لا، ما فيش اخلاص بيننا وبين بعض، هذا كل الموضوع. انما التاجر الغلط على التاجر في حاجه بس زبون في 30,000 حاجه، هو ما يلزموش بقى، ما هو مش في دماغه بقى، ده اهم حاجه يكسب يعمل فلوس، خلاص هو عمل فلوس، فلما يروح يشتري مش فارقه معاه، ما هو مش هتفرق معاه. صح كده. احنا بنتكلم في الغلبان ده بقى. الغلبان ده ظروفه ايه؟ ذنبه ايه في الارتفاع الهائل ده؟ مفتعل والله ربنا بيرضيه. في ناس الغلب ممكن تكون معدومه يعني. الزياده ربنا. الزياده ممكن تكون مفتعله من تاجر لتاجر لتاجر لتاجر، وكله عايز يكسب، من واحد لواحد لواحد، وكله عايز يكسب. مش كل واحد مش ربحه بقى بمزاجه. مش في الناس يعني، دي كلها ناس بقى، ضماير ناس، اخلاقيات، سلوك. ما حدش في دماغه اللي احنا بنتكلم فيه ده. كل اللي في دماغه ان انا اعمل كام، اكسب بسرعه ازاي، المنتج ده ماشي ماشي مش ماشي مش قصه، انا البسه للناس ازاي. وفي ناس فلوس يعني غلابه مش قادره تشتغل. ممكن نحلها ازاي برضو؟ انا لازلت مصمم، هل في حل ممكن للموضوع ده؟ والله الحلول كتير. بص يعني مثلا نقول حاجه مثلا إيه هنتكلم على اللحمه والحاجات اللي الناس بتشتريها وتقول لك اللحمه وصلت ده 200 220 240 250 260 200 كده يعني، صح كده؟ كان زمان قوي لما حد بيجرى له عنده حاجه في الارياف لا مؤاخذه الجاموسه بتتذبح ويوزعوا على الشارع، وكل واحد يدفع حق كيلو، حق 2 كيلو، حق اللي بياخده. طب ايه المانع انه ده يحصل دلوقتي؟ هتلاقي بعض الناس اللي بتتاجر في الحاجات دي وجزار وحاجات زي كده يقول لك ده الموضوع يخسر، اصل انا ما بكسبش. بص يا سيدي، وليكن مثلا هيشتروا جاموسه، وليكن هتعمل لها 400 كيلو قايم زي ما بيقولوا كده، هتشيل منها 150 كيلو عظم، هيتفضل فيها 250 كيلو بالحوايج بتاعتها. طب وهي الناس يوم ما كنت هتباع كبيره صغير هتباع لو هتشتريها صغيره هتعمل لها حوالي مثلا فوق ال 40,000 بشويه مثلا. شوف انت لما تبيع بقى ال 250 كيلو دول في ال 250 ولا ال 240 اللي بتبيعهم هيعملوا مبلغ. طب ما لو انت قسمتها على غير كده هتعمل فلوس اقل من كده، يبقى انت وفرت حتى 20 30 40 جنيه في الكيلو، انت كسبانهم كناس. لو الناس تعمل كده مع بعضها في شارع. الكبيره بيقولوا اقل من كده برضه. الناس الفلاحين تقول لي يعني انا ما اعرفش، احنا بنجتهد كده وخلاص. ممكن بتتباع كده مش يعني في مبلغ بيتقال وتتباع. شوف تخيل بقى بتنباع وتنضرب برضه، هتعمل اقل من كده. ضيف لي كده لو في رز عند حد، لو في مش عارف ايه. بس الناس برضه اللي احنا بنحكيه ده اسمه وهم، احلام. الناس اللي مش بتفكر في كده يقول لك اعمل اللي خليني اوجع دماغي واذبح واعمل ومش عارف ايه. مش في يعني كله في الاول وفي الاخر من الناس في بعضها. طبعا كله بيستغل بعضه. انا عايز اكسب وخلاص. ايوه ازاي ماليش فيه. اذا كانت الناس الجيران مع بعضها كله مش بيفكر، ما عادش زي الاول زي ما عادش حد زي بتقول. لا ما عادش، لا 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 لا. كانت تروح تدي حتتين جبنه، كان الاول يودي له مش عارف ايه، يودي له شويه لبن زي ما قال. ما عادش حد بيودي حاجه لحد. بقت الناس بتبيع الهوا زي ما بنقول. لو هيجيب فلوس هيتباع، هيبيعوه. في ناس بقت انت ممكن تقول لها السلام عليكم، عايزه منك رد السلام فلوس. مش عارف دي حقيقه بقى. ده ماله بقى ومال اي حاجه تانية؟ دي سلوك بشر يا عم، هو ضمير بالناس، استغلال كله ببعضه.
اللي يطول واحد زي ما بيقولوا بيقطع رقبته بيقطع رقبته. ذنب الناس الغلابه مش في دماغهم. ربنا بيبعت لهم رزقهم بقى، حد بيشيل العيله، حد معاه فلوس ربنا بيكرمه بيوفر لهم اكيد يعني. اصل ديت حاجات ربنا كبيره يا عم. برضو انا مش عارف هو العيب فين. العيب 1000000% العيب في البني آدم نفسه. مصمم ان هو عيب ناس في بعضها. طبعاً. استغلال. طبعا. عايز حالا اهوت، عايز يبقى معايا كتير. تيجي ازاي ماليش فيه. صح كده؟ تيجي ازاي؟ تيجي ازاي ماليش فيه يا باشا. طالما الفلوس ظهرت اسمنا نفس بشريه. الواحد بيضعف. اذا كانت في البيوت وبعضها الاخوات ممكن يخاصموا بعض عشان فلوس، عشان ورث، عشان مش عارف ايه. في الشارع انت وزميلك نفس القصه. في اي مكان دخلت فيه الفلوس باظت الدنيا. الناس خلاص بتنسى المشاعر، بتنسى الضمير، بتموت كل حاجه، بتركن ده كله على جنب. انا لا يعنيني ان انا اعمل كده. الناس مفكره لا اخره ولا اي حاجه. ما هو كله ما حدش حاطط في دماغه انه ممكن يتلقح الصبح يموت ويجرى له اي حاجه مش عارف ايه. عشان ما ولا اخره ولا بتاع. بس. والناس مفكره انها هتخلد على طول. اتفضل. انتوا ربنا ببعض. يا ريت. في الاول وفي الاخر هتسيبه وتمشي. ما حدش يا الناس تشكر فيك يا الناس تلعن فيك. هو ده اللي بيفضل. ما حدش بيفكر يا عم في الكلام ده. والله ما هتخس حاجه لما تسيب. مش هتخس حاجه هتزيد اصلا. اصلا. مش هتخس حاجه لما تشوف مين اللي محتاجه وتديله. في مش ناس هتخس كده حاجه والله لما واحد فعلا. يجي لك ومش قادر وتقول له خده. ومش قصه الفلوس انت اعتبرها زكاه محل. انا ما اعرفش برضه تمشي ازاي. ده ممكن الضمير بتاع الناس هو اللي بيتحكم في كل حاجه. وقت البيع والشراء والفلوس الناس بتموت ضميرها كلها. دي حقيقة. دي حقيقة.